بالنسبة بقى لأداة الموكا بوت فهي اخترعت سنة 1933 وده علشان خاطر الناس يبقى سهل عليها تعمل قهوتها في البيت بدل ما تروح الكافيهات وتشرب قهوة الاسبريسو في ماكينات الاسبريسو اللي كانت وقتها ماكينات كبيرة. نيجي بقى لأجزاء الموكا بوت وهي هنلاقيها بتتكون من 3 أجزاء رئيسيين هنشوفهم دلوقتي واحنا بنفكها مع بعض. الجزء اللي تحت ده الجزء اللي بتحط فيه المية، وهنلاقي راكب عليه الباسكت اللي بنحط فيه البن المطحون بتاع الموكا بوت. اما الجزء الكبير اللي فوق اللي فيه اليد ده فده اللي بيتجمع فيه القهوة بعد ما تتعمل. لو خدنا بالنا بقى من الجزء اللي تحت اللي انا ماسكه ده اللي بتحط فيه المية، هنلاقي فيه فالف كده او بلف صغير اللي لونه اصفر قدامنا. الفالف ده مهم جدا لان ده سيفتي فالف او بلف امان. البلف ده وظيفته ان لو الضغط زاد في الموكا بوت يطلع الضغط الزيادة ده بره الموكا بوت علشان ما تنفجرش. وعلشان كده لما بنيجي نعمل القهوة زي ما بنعملها كده دلوقتي بنحط المية لحد ليفل او مستوى تحت البلف ده، لكن ما بنوصلش عنده وطبعا ما بنعديهوش. وهنا بنحط جوه الباسكت ده البن المطحون اللي احنا طحناه. وبالنسبة لطحنة الموكا بوت فهي تبقى طحنة اخشن من طحنة الاسبريسو شوية، شبيهة شوية بطحنة الاسبريسو الباسكت المضغوط او اخشن منها حاجة بسيطة. وبعد كده بنقفل الجزء العلوي من الموكا بوت على الجزء السفلي ونربطه كويس بحيث ما يكونش فيه اي فراغات او اي سنون مش مقفول عليها كويس علشان خاطر ما يحصلش اي تسريب منها واحنا بنعمل قهوتنا. وبعد كده بناخد الموكا بوت بتاعتنا ويلا بينا على النار علشان نسوي القهوة بتاعتنا. النار بتبقى مش عالية قوي ومش واطية قوي، بتبقى نار متوسطة. وبنفضل متابعين الموكا بوت لحد ما نشوف القهوة بتاعتها الجميلة طالعة من العمود اللي قدامنا اللي فيه فتحتين ده. امتى بقى هنقفل على الموكا بوت؟ هقول لكم. احنا هنلاقي القهوة بتطلع زي ما احنا شايفين كده بشكل سلس وجميل. انا بقى هستنى لحد ما الاقي ضغط القهوة اللي طالع ده هيزيد معايا بدفعة واحدة مرة واحدة بشكل كبير، وهلاقي كمان ان لون القهوة بتاعتي ابتدى يبقى فاتح وخفيف بزيادة. في اللحظة دي بقى انا بطفي النار وبرفع الموكا بوت بتاعتي وكده قهوتي بقت جاهزة. في ناس بقى بتسيب الموكا بوت لحد ما يطلع منها كل الفقاعات بتاعت الغاز اللي احنا شايفينها دي وبعد كده بتطفي عليها. طبعا ده غلط لان كده انا بحرق القهوة بزيادة وازود طعم المرارة فيها بشكل كبير. وبعد كده بقى هنصب قهوتنا الجميلة زي ما انتوا شايفين. الطعم بتاعها جميل قوي، الكمية بتاعتها كويسة اكبر من كمية الاسبريسو. هنلاقي ان القوام بتاعها كمان لطيف، قهوة ممتازة جدا انك تعملها في البيت. جربوها وقولوا لي رأيكم ومع السلامة.